بقينا بنخاف على البيانات والخصوصية، وكلنا بنخاف على حاجتنا من الموبايل. والحاجة اللي بتكون موجودة على الموبايل دي طبعا كلنا عارفين ان دي بتكون حاجات شخصية وحاجات اسرار، والبيانات والخصوصية دي اهم حاجة لكل مستخدم الموبايل ان هم ازاي يحافظوا عليها. تعال اما نشوف شوية اعدادات مع بعض جوجل موفراها ممكن من خلالها تعمل اقصى درجات الحماية لبياناتك وخصوصيتك. ولو لسه ما عملتش متابعة اعمل متابعة عشان يوصلك كل جديد. ولو حد من صحابك محتاج الخاصية دي يا ريت تشير له الفيديو. هنضغط على الاعدادات بالشكل اللي قدامك ده كده، وهننزل لحاجة تحت اسمها الامان والخصوصية زي ما حضرتك شايف. هنضغط عليها بالشكل ده. وايه هو الامان والخصوصية؟ اول ما تدخل على الامان والخصوصية بالشكل ده كده هو هيعمل فحص، ولو ما عملش فحص هتضغط انت على فحص الجهاز، وبكده هو بيفحص الجهاز لوحده لو في اي مشاكل في الجهاز او في اي تطبيق خبيث فيها. وعلى بال ما يخلص فحص تعال اما نشوف باقي التطبيقات مع بعض. امان التطبيقات دي طبعا هتدخل عندك لو لقيتها مش متفعلة بتفعلها. والامان والخصوصية دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. تم فحص التطبيقات من خلال خدمة بلاي قبل لحظات، يعني أنا لسه عاملها. هتعمل فحص لكل التطبيقات، والخاصية دي بقى جوجل بلاي نفسه اللي هيعمل لك سيرش أو هيعمل لك بحث على كل التطبيقات اللي موجودة عندك، يشوف ايه منها خبيث وايه منها مش موجود. وطبعا فتح قفل الجهاز ده كده دي حاجات كلها الحماية من السرقة. دي على فكرة دي أنا عامل فيديو مخصوص ليها لأنها ميزة جميلة جدا في الأجهزة. وعندك امان الحساب، كل اللي انت هتعمله هتعمل فحص الامان من جوجل، حساب محمي. هتضغط عليه بالشكل ده كده وهتختار الحساب اللي حضرتك حابب تعمل له فحص، وهو هيعمل لك فحص كامل لم يتم اكتشاف. وطبعا بعد ما يعمل لك الفحص كده هو قال لك لم يتم اي اكتشاف تطبيقات ضارة. وطبعا كلمة الاجهزة دي حضرتك هتضغط عليها وهتشوف الاجهزة اللي سجلت دخول بايميلك في جوجل في اخر 28 يوم، او زي ما حضرتك تعملها من الاعدادات. وبكده هتشوف الاجهزة لو في جهاز تاني موجود وانت ما فتحتش عليه هتقدر تعمل له تسجيل خروج. واجراءات الامان الاخيرة دي هتضغط عليها بالشكل ده هيجيب لك ايه اللي حصل بالظبط، او حاجات او حركات مريبة جوجل لاحظها في اخر 28 يوم. وطبعا تفعيل ميزة التحقق بخطوتين دي كده انا دايما برشح وبقول لازم نفعلها لو انت بتخاف على حسابك. وعمليات الربط بجهات خارجية ممكن تضغط عليها. انا طبعا عشان دي حاجة خصوصية وده تليفون الشخصي انا بستخدمه فمش حابب ان انا اضغط عليها، لكن هيظهر لك التطبيقات والمواقع اللي حضرتك مشترك فيها. وهنرجع كمان خطوة لورا كده بالشكل ده كده، وهتلاقي عندك حاجة اسمها عناصر التحكم في الخصوصية. وعناصر التحكم في الخصوصية دي هندخل عليها بالشكل اللي قدامك ده كده، وهتضغط على إدارة الأذونات، وهتيجي هنا كده دي الأجهزة المجاورة. لو ضغطت عليها كده بالشكل ده كده هتلاقي التطبيقات اللي من حقها تستخدم الأجهزة المجاورة. طبعا سيبك من ده كله، احنا أهم حاجة عندنا هتكون الكاميرا. هنضغط عليها بالشكل ده كده وهتعمل سكرول بالشكل ده كده. هتشوف ايه التطبيق اللي انت مش حابه يكون فيه وصول للكاميرا، او التطبيق اللي انت شاكك فيه ان هو مش حابب يكون فيه وصول للكاميرا عامة. وليكن مثالا عندك تطبيق الهاتف، السماح هتلاقيه عدم السماح او السؤال في كل مرة، او السماح عند استخدام التطبيق. التطبيق نفسه اللي انت هتكون شاكك فيه ان مش من حقه او ملوش صلاحية او هو هيعمل ايه بالوصول للكاميرا هتعمل له عدم السماح. والتطبيق اللي حضرتك بتستخدمه لكن بيكون فيه شك حتى لو بنسبة 50%، ممكن تعمل له السؤال في كل مرة. والسؤال في كل مرة ده كل مرة الجهاز نفسه او التطبيق اللي حضرتك بتستخدمه او الموقع اللي هتستخدمه هيطلب منك اذن جديد للكاميرا. وبكده تكون انت حافظت على الكاميرا وحافظت على خصوصيتك. وطبعا انا بشوف ناس كتير جدا اللي بيحط لزق على الكاميرا واللي بيجيب جراب عشان يقفل الكاميرا، لكن ده كله مع التطبيق ده او مع الميزة دي مش هتحس بيه، وهو كده هيأمنك من الكاميرا. هنيجي ننزل لتحت كده اسف، وهنيجي على الميكروفون. والميكروفون ده على فكرة كان ليا على القناة ليا فيديو بيتكلم عن الميكروفون ده. ان انت ساعات بتتكلم على حاجة معينة مع حد من صحابك وبعد كده بتلاقيها جابت لك اعلانات، وظهر عندك اعلانات على نفس الحاجة اللي انت اتكلمت معاها مع صحابك. هنضغط على الثلاث نقط اللي بيكونوا في الجنب كده،
واي حاجة هتيجي تعملها في الاذونات دي هتضغط على الثلاث نقاط وهتعمل اظهار تطبيقات النظام. هتلاقي عندك الحاجات دي كلها موجودة. يعني ايه الحاجات اللي واخدة اذن بالميكروفون؟ يعني انا مثلا عندي تطبيق وليكن هنقول الماسنجر ده، او عندي التطبيق ده طبعا وكلكم عارفينه، نوفا. ده محتاج اذن للميكروفون، ليه؟ انا معرفش. فهو الفكرة كلها ان التطبيقات اللي انت هتدخل وتشك فيها ان هي مش مستاهلة او مش محتاجة الاذن ده، هتدخل تعمل لها يا اما السؤال في كل مرة يا اما هتلغيها. وبكده انا حاسس ان الفيديو بقى طويل عليكم، بس الفيديو ده عشان خاطركم وعشان خاطر نحمي بعض، واللي عنده نصيحة ما يبخلش عليها بالتاني. فعندك الخصوصية في عرض الإعلانات، تمام؟ لو ضغطت عليها بالشكل ده كده هتجيب لك الخصوصية. طبعا أنا مش عامل فيها مواضيع، ليه؟ السبب إن أنا عملت على الحصول على معرف إعلاني ودوست تأكيد، وبعد كده عملت إلغاء المعرف الإعلاني. فأنا عامل إلغاء للمعرف الإعلاني عشان الإعلانات اللي بتعمل إزعاج على الموبايل، لكن مش دي الإعلانات المنبثقة على الموبايل، دي الإعلانات اللي بتظهر لي في جوجل وفي اليوتيوب اللي أنا بستخدمه. وعندك عرض كلمات المرور، عرض الأحرف لفترة وجيزة أثناء الكتابة، دي هتكون متفعلة عندك ديفولت بالشكل ده كده، هتقفلها. ودي معناها ان انت لما تيجي تستخدم الموبايل قدام حد وتضغط على كلمات المرور مش هتعلم قدامه ومش هيظهر عندك بالشكل ده. وعرض إشعار عند الوصول إلى الحافظة، دي الاشعار نفسه ممكن يظهر عندك في كذا حد، وفي فيديوهات مضحكة على الكلام ده، ان هو بيكون الاشعارات عنده موصلة بالشاشة مثلا والاشعارات عنده بتظهر. انت لو قفلت التطبيق ده الاشعار مش هيظهر عندك من بره. وبكده يكون انا قدرت افيدكم، لكن لسه عناصر التحكم ولسه ميزات جوجل ما خلصتش. لكن انا حاسس كده ان الفيديو هيبقى طويل، فلو لسه ما عملتش متابعة يا ريت تعمل متابعة وتشير الفيديو لأي حد هيحتاجه، عشان انا لسه هكمل في اعدادات زي اللي حضرتك شايفها ده كده. ولسه هنشرح اعدادات جوجل وازاي تحمي نفسك من الهاك اللي موجود الايام دي بطريقة بقت صعبة، وازاي تحافظ على خصوصيتك وبياناتك. وفي نهاية الفيديو ما تنساناش من اللايك والمتابعة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة.